يعني ايه بري اوبراتيف اوبتمايزيشن يا شباب؟ لو جاي لكم عيان الكتيف، يعني توتال هيب، توتال ني، توتال شولدر، او اي حاجه زي اوستيوتومي او حاجه هتعملها، مش هتفرق لو عملتها النهارده من لو عملتها بعد شهر، من لو عملتها بعد 6 اشهر، من لو عملتها بعد سنه. لازم نعمل للعيان ده حاجه اسمها بري اوبراتيف اوبتمايزيشن. يعني ايه بري اوبراتيف اوبتمايزيشن؟ نحضر العيان. يعني اول حاجه هنعمل له التحاليل المطلوبه، هنعمل سي بي سي، اي اس ار، سي ار بي، ليفر فانكشنز، كدني فانكشنز، اتش بي اي 1 سي، البومين، بي تي وبي سي واي ان ار. والحاجات دي كلها مهمه ان انت تتاكد ان كلها مظبوطه. يعني لو بتعمل جوينت ارثروبلاستي محتاج هيموجلوبين فوق 11 ونص عشان ما ياخدش بلاد ترانسفيوجن ويطلع من العمليه كويس، محتاج قلب من فوق 3 عشان الوند هيلينج، محتاج كل بقيه لابس تبقى نورمال. لو لقيت الاتش بي اي 1 سي 11 ما تقولش خلاص ما انا هعمل له توتال نيو ونظبط له السكر قبل وبعد العمليه. ما فيش كده، هو العين ده نتائجه هتبقى اوحش. لازم تظبط الاتش بي اي 1 سي باقل من 7. دي حاجات كلها معروفه. فدي الاوبتمايزيشن. لو عيانك سموكر يبطل التدخين لمده شهر، لو عيانك الكحول درينكر يبطل لمده 6 شهور قبل العمليه. الحاجات دي مهمه جدا في النتائج بتاعتنا، ولو ما عملتوش بري اوبراتيف اوبتمايزيشن للعيان نتائجك هتبقى اوحش. صدقني، انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، وبشتغل مفاصل بقالي اكتر من 20 سنه. وتابعني عشان تعرف معلومات اكتر لزمايلنا شباب جراحه العظام.